علاج العطس والكخ عند البط بتاعي بسم الله ما شاء الله جميل وزي الفل وكل حاجة، بس المشكلة في الخشبة اللي انا حطاها ديت بيفضلوا لابدين وراها كده، فزي ما تقولوا بيعرقوا بعدين يخرجوا من وراها. طبعا البط مش هيستنى يبرد نفسه او يهوي نفسه، فبيقوم خارج مرة واحدة في شباك قصادهم فاتح بحري، فهم بياخدوا لطشة برد. انا عرفت ازاي، لقيت البط بيعمل كده بيكخ كده. البط ده طبعا انتوا عارفين انه قبل كده جاله فيروس نيوكاسل، والحمد لله بفضل الله اديته العلاج وخف، لان كان في 2 فيهم بيلفوا براسهم كده وراسهم كانت ملفوفة ورا ظهرهم. لو عايزة الفيديو بتاع العلاج دوت اكتبي لي في التعليقات وانا هحطلك الرابط بتاعه. فبقى خفوا الحمد لله ما شاء الله، بقوا حلوين. فضل عندي ايه بقى دلوقتي؟ الكخة والعطس، فلازم اعمل ليهم علاج. بما ان انا اديت زيفوراكس 4 ايام وايمولانت، وبالرغم من كده برضو في كخة وعطسة، فالكخة والعطسة دي عبارة عن برد بقى، ده مش فيروس نيوكاسل، ده برد. فالعلاج هعمل ايه؟ هديلهم كلافيموكس. كلافيموكس ده مضاد حيوي بشري، شريط كده فيه 4 كبسولات. هجيب الكبسولة هي ما شاء الله كبيرة قد كده، هطحنها كويس قوي واحطها على 3-4 لتر مية واحطها ليهم لمدة 4 ايام. ان شاء الله باذن الله مش هتلاقي بقى العطس والحاجات دي، وهيبقى خفيف حتى لو موجود. طيب افرض انا اديت الحاجات دي وفضلت برضو البط يعطس ويكخ، هريح يومين ادي فيهم مثلا غسول كلوي، ادي فيهم خل، ادي فيهم مضاد سموم، اي حاجه ان انا انضف كلية البط في اليومين دول، وارجع اعيده تاني، اعيد الكلافيموكس ده تاني او اي مضاد حيوي. ممكن تدي فلوموكس لو ما عندكيش الكلافيموكس ده، بس الكلافيموكس ده قوي جدا جدا وجميل جدا. انا عن نفسي لما باخد برد شديد ومش لاقيه له حل بجيبه، هم 4 برشامات كل يوم واحده على الشريط، ما يخلص بيكون الحمد لله البرد راح. فالبتاع ده قوي، عشان كده بقولك حطيه على 3-4 لتر ميه عشان البط لسه صغير لمدة 4 ايام. ان شاء الله باذن الله البرد بتاعهم هيروح ومش هتلاقي عندهم برد، لانه من اكتر حاجات اللي بتقلل وزن البط وبتخليه ضعيف انه يصاب بالبرد او بالاسهالات. متشكرة جدا لكلامكم الجميل ولدعواتكم الحلوة ولذوقكم العالي، والناس الرائعة اللي بتقعد تديني طاقة كده وتحفزني وتحمسني ان انا اكمل. متشكرة جدا ليكم، ووعد مني ان شاء الله باذن الله دايما المصداقية والاخلاص والصراحة والصدق في كل حاجة. هقولها لكم من غير لف ودوران، انتوا عارفين انا ما بعليش في اللف والدوران ولا بحبه. اي حاجة اي معلومة اي حاجة جديدة احنا مع بعض وباذن الله. وانتوا عندكم اي مشكلة اكتبوا لي في التعليقات. الناس اللي بتقول عايزين رقم الواتس، شوية كده اصبروا عليا بس شوية كده، وان شاء الله هديكوا رقم واتس كويس جدا يبقى للناس اللي عايزة تتواصل معانا باذن الله. اتمنى بقى ان الفيديو دوت ينال اعجابكم وتعملوا له لايك وتكتبوا فيه تعليقات كتيرة وترفعوه وتشيروه، لان اللي عنده بط اليومين دول طبيعي لازم هيجيله برد. وخلي بالك البط دايما ما تعرضيهوش للسقعه بتاعه الصبح بدري. يعني انا خلاص على فكره شلت الخشبه دي، شلتها خالص وهتشوفوها في الفيديوهات الجايه مش هتلاقوها. والاكل اللي البط بياكله دوت بديل العلف، والبط دوت نوع فرنساوي بيور، ما شاء الله جميل جدا. عمر 13 يوم النهارده، بسم الله ما شاء الله عنده حلو جدا، والحمد لله ما طلعش مضروب ولا حاجه. انا كنت خايفه يطلع مش قد كده، بس الحمد لله طلع كويس. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.